صاحب عمري اتجوز بنت موظفه كان بيحبها جدا وطول عمره بيحلم بيها. المهم ان بعد جوازه منها بفتره بدا يشتكي لي من تقصيرها واهمالها في شغل البيت، وقد ايه هو غيران عليها من زمايلها في الشركه وخايف لا تيجي في يوم وتتكبر عليه. فانا نصحته بانه يجبرها تسيب الشغل، ولو رفضت يخير ما بين انها تسيب الشغل اما يطلق، على اساس يعني انها هتخاف من لقب مطلقه وتسيب شغلها وكده. وفعلا عمل اللي انا قلت له عليه وخيرها ما بين شغلها وطلق، لكن هي اختارت شغلها. ولما جه حكى لي قلت له ما تخليهاش تلوي دراع وطلقها، وبعد كده هي اللي هتتنازل عن شغلها وترجع. وانا والله قلت له كده بحسن النيه عشان اساعده مش اكتر، لكن للاسف الموضوع دخل في الجد وفعلا طلق. وبعدها على طول هي اتجوزت وشافت نفسها، وصاحبي هو كمان اتجوز. المهم دلوقتي ان كل يوم والتاني عمال يبعت لي صور لمراته الاولى وهي مسافره وبتتفسح وبتقضي شهر العسل مع جوزها، وكان باين عليها انها مبسوطه وطايره من الفرح. وفي الناحيه التانيه صاحبي بيقول لي انا مش متقبل مراتي التانيه ونفسي ارجع للاولى، ودلوقتي هو بيحاسبني عشان مراته الاولى اتجوزت وعايشه ومبسوط، انما هو عايش في كآبه ومش قادر ينساه، وبيقول لي ان انا مش مسامح عشان كنت السبب في خراب بيت. وانا والله كنت بنصحه بحسن نيه زي اي راجل. وهو دلوقتي بيسالكم وعايز يعرف رايكم، هل انا عليا ذنب في اللي حصل ده ولا صاحبي هو اللي غلطان عشان اتسرع وطلقها؟